السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. كنا قبل لما نسمع إنه يقولون أكو جهات خارجية تحاول تدمر المجتمع، تخرب عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا، وتشوه صورة الدين الإسلامي وتخلي الناس يبتعدون عنه. نضحك يعني، خصوصا لما يجيبون طاري أمريكا وإسرائيل ويقولون أمريكا وإسرائيل تحاول تسوي هاي الشغلات. نضحك، أنا واحد من الناس صراحة كنت أضحك، نقول هي أمريكا وإسرائيل فارغتنا، لها خلق هاي السوالف. أمريكا وإسرائيل ناس يشتغلون يطورون نفسهم وملتهين إنه يحسنون كل جميع النواحي، يتطورون من جميع النواحي. المهم، مرت السنين وثبت هذا الشيء على أرض الواقع. يعني هسه بوقتنا الحالي من نشوف اللي جاي يصير، يثبت ان هذا الكلام يعني يتضح وضوح الشمس. هسه صار كل شيء واضح ومعروف وما يحتاج يعني تفكير مثل ما يقول. نشوف هسه مجتمعنا، اطلع بالشارع وشوف. أول الشغلات هسه اللي واحدة من الشغلات يعني اللي صارت عندنا هسه انتشرت، إنه مثلا شخص يتصرف تصرف مو صحيح، تلقالك أنت تحاول يعني بس تريد تنصحه توجهه، وهذا من ضمن يعني ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، إنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وكذا. تحاول تنصحه، يطلعون لك بالقليل 10 نفرات يقولوا لك إيش لك علاقة، حرية شخصية، أنت صاير متدين، أنت شو عليك، أنت كذا أنت كذا. فيعني إلى أنه أنت توصل إلى مرحلة يعني تظل تستحي تنصح أحد، حتى لما تشوف شي غلط تستحي تحكي، تقول خل أسكت أحسن لي. هذا على بحرية شخصية وحرية شخصية وكل من بكيفه وكذا ومن هالحكي. تشوف يعني مثلا واحد لبسه يعني مخالف للذوق العام، تصرفاته، هواي شغلات. يعني حتى بالنسبة هسه منشوف أي ظاهرة مو صحيحة أو أي تصرف مو صحيح أو أي حالة شاذة بالمجتمع ما تقدر تحكي. النتيجة شنو اللي صار هسه انتشرت عندنا يعني الشغلات اللي خلينا نقول شغلات مو حلوة، ما نريد نحكي أكثر من هذا الحكي. شوف هسه مثلا حفلات التخرج، ما يعني رقص، دق ورقص البنات والولد وعلبوا والله فرحانين بطريقة ما تليق بيهم، يعني ما تليق يعني أولاد وبنات عوائل. تحكي ويقول لك والله هاي فرحة وهم حريتهم وكذا ما أدري شنو، يا بخير يقصون بس مو قدام يعني. المفروض يعني الإنسان وخاصة الشاب المتعلم المفروض يكون عنده شعور بالمسؤولية تجاه بلده. يعني أفكر بيني وبين نفسي لما أريد أتصرف تصرف، وخاصة هيك شي ينشر على مواقع التواصل ويشوفون كل الناس من مختلف دول العالم، يقول يابا أنا ما يصير أتصرف تصرف بحيث واحد مني باوع ويشوف يقول هذول العراقيين هيك ما يستحون وهيك كذا وكذا وكذا. هذا الشيء مو صحيح. زين، فهي هاي مال سالفة يعني والله حرية شخصية، أو هي هاي الدول يعني من تريد تدمر المجتمع. ما يجيك شنو مثلا يجيك رئيس أمريكا لو رئيس إسرائيل من هناك اللي هنا ويجي ويقول لك أنت سوي هيك وأنت لا تسوي هذا. لا، هم يجندون ناس يدفعوا لهم فلوس، يقول له يابا أنت روح سوي كذا كذا كذا،
انشر الرذيلة بالمجتمع، علمهم، حاول إنه شكو شي صحيحتهم تخربه، وحاول تنشر كل شي تافه، وكل شي كل الانحطاط الأخلاقي وأنواع الرذائل بالمجتمع تنشرها. ف يعني للأسف وصلت الأمور إلى يعني مرحلة ما أعرف يعني شلون أعبر عنها، يعني مرحلة تعيسة كلش. فخلاصة الكلام إنه إحنا ما لازم إنه يعني على والله يجيك واحد يقول لك والله أنت صاير متدين براسي، وأنت إنسان مثالي، وأنت نبي، وأنت مدري شنو، وش لك علاقة وحرية شخصية. لا حبيبي، أكو لازم ننصح، لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. آه يعني لازم يكون عندنا شعور بالمسؤولية من الأخير، يعني نمشي على مبدأ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل إنسان مهما من مكانه، مهما يكون موقعه بالمجتمع، يحاول يساهم بفد شيء مفيد وإيجابي، بحيث يعني نتخلص من هاي الشغلات اللي وصلت إلى حد لا يطاق. والله كريم، إن شاء الله نسولف موضوع ثاني بالفيديو الجاي. إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.